مباراة المقبلة للوداد أمام فريق سان داونز في نهائي دوري السوبر الإفريقي. خليكم معايا نشوفوا مستجدات هذا النهائي وما أسباب تعطش فريق سان داونز لهذا النزال. بزاف ما عارفينش باللي فريق سان داونز ومباراته أمام الوداد والفوز بالنهائي هي بالنسبة له مسألة حياة أو موت، بحيث كيسعى الفريق للانتقام من الوداد وأخذ الثأر منه. والدليل هو قيام مدرب فريق سان داونز بعد نهاية مباراة فريقه أمام الأهلي باستاد القاهرة، وبعد فوز فريقه على الأهلي جمع الفريق ديالو وقال لهم كلام خطير، بحيث قال لهم حنا ودعنا دوري أبطال إفريقيا في 2021 على يد الأهلي في دور ربع النهائي، وودعنا دوري أبطال إفريقيا 2022 على يد فريق بيترو أتليتيكو في دور ربع النهائي، وودعنا دوري أبطال إفريقيا في 2023 على يد الوداد في النصف النهائي. والآن حنا في دوري السوبر الإفريقي أقصينا بيترو أتليتيكو اللي قصتنا من قبل، وأقصينا الأهلي اللي قصتنا من قبل، ولم يتبقى إلا الوداد الرياضي. وأضاف أنها المعركة الأخيرة، بحيث الفوز بالنسبة له في هذه المباراة عنده طعم آخر ومختلف، ولكن هذا الشيء ما كيعنيش ضمان الفوز هذا الفريق، بحيث الفريق الوداد الرياضي فريق كبير وعنده خبرة مع الفرق الإفريقية، ولكن يجب الحذر من هذا الفريق اللي حقق المستحيل في هذا الدوري السوبر الإفريقي. ونشير إلى أن فريق الوداد أجرى حصة تدريبية مساء الأمس في أجواء يعمها الحزن على وفاة اللاعب أسامة فلوح. نتمنى هذا الشيء ما يأثرش على الفريق ومجريات المباراة اللي هي الفاصل النهائي لهذه المسابقة. وفي الأخير يجب التجنيد عادل رمزي للفريق والتحضير للمباراة التي تعتبر أصعب مباراة ستمر في هذا الدوري. ونتمنى التوفيق لفريق الوداد وكل الدعم للفريق الذي لا يمثل الوداد فقط بل يمثل المغرب قاطبة.